تعال اقول لك نعمل ازاي التكست تراكنج. سيبكم منه بيتكلم كتير على الفاضي. تعال انا اقول لك ازاي تعمل اجمد تكست تراكنج افكت على كاب كات بطريقه عمر ما حد قالها لك قبل كده حتى. بص، يلا بينا. هتحط التكست بتاعك في التايم لاين، هنضغط الت ونرفع اللاير بتاع التكست لفوق عشان نعمل تكرار للتكست، وهنقف على اللاير اللي فوق وهنمسح الكلام كله ما عدا كلمه واحده عشان ده يسهل علينا عمليه التراكنج. من خانه الستيكرز هنجيب شيبس وهنجيب لاين نحطه في التايم لاين عادي جدا، وهنخلي طرفه في نص الكلمه والطرف الثاني في المكان اللي انت عاوز تعمله تراكنج، وفي حالتي انا هيكون المناخير، ولو مناخير كبيره ما تقوليش في الكومنتات. ولو الشيبس ما بتظهرش معاك هقول لك الحل في اخر الفيديو. هنحدد اللاين والتكست وهنعمل لهم كومباوند كليب، وكده نقدر نتعامل معاهم كانهم كتله واحده او قطعه واحده. هنقف على اول الكومباوند كليب ومن الترانسفورم هنعمل كي فريم، وهنا عايزك تركز من الاسهم اللي في الكيبورد هنضغط سهم يمين وهنمشي فريم، وكل ما نمشي فريم هنلاقي اللاين بيتحرك فهنظبطه على المناخير. هنكرر العمليه دي لحد ما نخلص الجزئيه بتاعتنا. نجيب التكست اللي احنا عملنا له دي اكتيفيت وهنحطه جوه الكومباوند كليب، وهنقصقص الكلام وهنخليه مظبوط. بعدين هنطلع بره الكومباوند كليب وهنعمل كومباوند كليب تاني عشان نطبق الموشن بلور ونخليه على 80، بلاش تخليه 100، خليه على 80. وهنحط افكت جلو تو. بالنسبه للجماعه اللي الشيبس ما بتظهرش عندهم، انت هتجيب ديفولت تكست وهتحط الشرطات كتير وهتقرب المسافه بينهم، بعدين هتتعامل معاها كانها لاين عادي جدا وتمشي بنفس الخطوات. وفاضل اخر خطوه انك تصلي على النبي وتعمل لي فولو عشان تشوف تريكات زي دي كتير.